نورهان قنديل بلوجر عندها 2 مليون متابع على الانستجرام. اتعرفت بسبب المحتوى اللطيف اللي بتقدمه زي وصفات الأكل وبالذات الأكل الصحي وشوية ازاي نحب نفسنا، يعني حاجات لطيفة وخفيفة كده. من حوالي 3 أسابيع فجأة لبست الحجاب، وأكيد كل واحد حر يعمل اللي يعمله في حياته، بس ده مش في عالم السوشيال ميديا طبعا. نورهان قنديل من وقت ما لبست الحجاب وهي بتتكلم دايما ازاي ربنا هداها. مفيش حاجة أحلى زي إن الواحد يغطي جسمه وكون امرأة حرة ولا تتباهى بشكلها. متابعيها على السوشيال ميديا هنوها بشكل غير طبيعي، بس الفئة التانية هاجموها للأسف وفضلوا يسخروا منها، وبدل ما البنات تبارك لها وتشجعها برضه هاجموها ويقولوا مبروك على ايه، هو الحجاب فتح اسلامي ولا ايه؟ بس المفاجأة امبارح لما نورهان نزلت صورة بعد ما قلعت الحجاب وكتبت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وفي بوست تاني كتبت فيه انا في ابتلاء شديد وما عنديش تفسير ولا تبرير، بس أنا كنت بمر بمرحلة حزن وضعف شديد من قبل لبسي للحجاب. أكيد حزينة إني مقدرتش أكمل في حاجة بحلم بيها من سنين وبدعي ربنا كل يوم إنه يختم حياتي بيها. حزينة أكتر إني بعلن ضعفي وتشويشي واضطرابي اللي غلبني وسيطر عليا ومش عارفة موصلني لفين. وطبعا قفلت الكومنتات عشان هي عارفة سيل الشتايم اللي هينهال عليها. طبعا في هجوم مش طبيعي عليها مع ان ده قرار شخصي ومحدش بيتحاسب بدل حد، بس الحقيقة حالة الاستغراب على السوشيال ميديا كبيرة جدا، ده غير الشماتة طبعا. بس المرعب في الموضوع ان الستوريز اللي نزلتها من كام يوم بجد صعبة وكفيلة تخلي الشخص اللي جاله الرسائل دي يدخل مصحة نفسية. ده اللي هي وضحته وقالت انه أثر جدا على نفسيتها، والمشكلة ان محدش عاجبه حاجة، الناس بتهاجم وخلاص. بيهاجموا واحدة كان بقالها كام يوم محجبة وإن لبسها لا يناسب الحجاب، إن هي إزاي اسمها مسلمة ومحجبة، ما تقلعوا أحسن عشان هي بتقل من المحجبات، والناس التانية شايفة إنها بشعرها كانت أحلى وأرقى وإنها كده بتقل من نفسها قوي لما اتحجبت. بس الحقيقة إحنا مهما نعمل مش هيعجب الناس ولا هيرضيهم. الناس سابت نجاحها كله وبصوا للبسها وشكلها. اعملوا اللي يريحكم يا جماعة، ارموا كلام الناس وعلاقتكم بربنا دي تخصكم، ما تسمحوش لحد يحكم عليكم ولا يأذي نفسيتكم. محدش بيتحاسب بدل حد، ربنا بيحاسب كل واحد بعمله. اما بقى اللي قالوا شكلك بشعر احلى تاحوا يا جماعه، قلعت الحجاب خالص حتى لو كانت عملت ذنب، بس كل اللي قال لها كلمه وقت ضعفها كان سبب انها تاخد قرار زي ده شالوا الذنب معاها، وهم شايلين الذنب ده معاها شالوا كمان ذنب أذى نفسيتها بكلام ما يستحملوش بشر وبكلام ما يطلعش من إنسان طبيعي وسوي. زي عارفة أنا بكرة نفسي لما أشوفك الناس بتسقفلك على حاجة، يعني الحجاب غير كامل تماما وقلته أحسن فعلا وعدم احترام قواعد لبسه، في الآخر بيقولوا برافو. 24 ساعة مبتسمة، مطبخ نظيف، بشرة حلوة، عيال شيك، صحاب وفلوس وزوج وبيت مستقر، عيلة بتحبك، وفي الآخر تقولي متوترة ولا مرهقة غير الماركات اللي بتجري وراكي. أنا معايا دكاترة وما عنديش ربع حظك، فبالتالي الناس مش هتعرفني، لكن انتي عاملة نفسك ترند طول الوقت والناس ما وراهاش غير فيديوهاتك وتعليقات حب وناس تقابلك تحضنك تقولك ناخد طاقة. انت مصدقة نفسك؟ السؤال هنا ليه لازم نعمل الحجاب من عدمه حدث؟ ليه لازم نعمل اي قرار شخصي حدث؟ ليه لازم ابرز للناس اختياراتي؟ وليه لازم الناس يبقى لها رأي ورد فعل على اختياراتي؟ نتمنى نوصل ليوم الناس تفهم فيه ان محدش ليه دعوة بالتاني، وان لا هي اسلمت لما لبست الحجاب ولا كفرت لما قلعته، ولا لينا دعوة تسلم ولا تكفر اصلا، ولا لازم نبارك ولا نشمت على اي اختيار منهم.